السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل العيش الشامي بطريقه سهله وبسيطه. هيكون طعمه مميز مع اضافه مكون كده هيخليه طعمه خطير خطير وطري وجميل وريحته قلب المكان، وهيبقى احلى من الفينو كمان. اهم حاجه ان انتي تسمعي الفيديو الاخر عشان تعرفوا الطريقه اتعملت ازاي. طري وجميل وخطير وريحته قلب المكان. العيش الشامي عيش سندوتشات الفول والطعمية، وكمان هيمشي معانا سندوتشات اللانشون، يعني مش هيتوقف على الفول والطعمية فقط، لا، هيمشي كمان سندوتشات اللانشون. ليه؟ لأن هنضيف له إضافة كده هيخليه طعمه مميز وأحلى من الفينو كمان. أهم حاجة إن انت تسمعي الفيديو خطوة خطوة عشان تعرفوا الطريقة المظبوطة والطريقة صح وتطلعي أحلى عيش. وكمان من كيلو دقيق هنعمل كمية كبيرة، يعني الرغيف اللي انت شايفاه ده حجمه كبير. يلا بينا نبدأ الوصفة. معايا هنا كيلو دقيق، معايا كيلو دقيق، معايا معلقتين سكر كبار، ومعلقتين خميرة فورية، معلقتين كبار خميرة فورية، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقة إلا ربع ملح، معلقة إلا ربع ملح. تمام كده. ما تكتريش الخميرة في الصيف عشان العجين، أي معجنات بتبقى لما يكون فيها خميرة كتير بتبقى ريحتها، يبقى الحاجة اللي انت خبزها يبقى ريحتها كلها خميرة. يعني ايه؟ في الصيف ما بنكترش الخميرة، في الشتاء بقى تكتري زي ما انت عايزة عشان بيحتاج خمر كتير. في البداية كده أحب أعرفكم مرحب بيكم في مطبخ سلمى وعم. بقدم محتوى طبخ وحلويات ومعجنات، ومحتوى سهل وبسيط على قد الإيد، مقادير كلها من البيت، يعني مقادير كلها في المطبخ، مش هتجيب أي حاجة من البيت، مقادير اقتصادية كلها في البيت. لو لسه أول مرة تشوفي القناة ياريت تشرفيني، أكون سعيدة بحضرتك. يلا بينا بقى على العجين. طبعا العيش الشامي احنا عملناه قبل كده على القناة، طريقته سهلة وبسيطة، بس عملناه على عين البوتاجاز. النهاردة هنعمله في الفرن، يعني لو معاكي 5 كيلو بالطريقة دي هتعمليهم يعني في ثواني، في غمضة عين. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة لأنه مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود. طبعا أنا كنت هعمل عيش العيش البلدي اللي هو الكبير، فما لقيتش عندي دقيق، ما لقيتش الا هو كيلو دقيق، فقلت اعمله عيش شامي. طبعا العيش الشامي بيبقى طعمه كمان مميز، مع ان نفس الاضافات اللي بنضيفها للعيش اللي هو العيش اللي هو البلدي الكبير، بس سبحان الله بيبقى طعمه مميز وريحته كده بتبقى قلب المطبخ. فقلت اجرب النهارده واعمله، او ينفع للمدارس. كده كده كل سنه وانتم طيبين، داخلين على موسم المدارس، فقلت هعمله اهو ينفع للسندوتشات الفول والطعميه، وكمان هيمشي معانا لسندوتشات اللانشون. مع اضافه مكون كده هنضيف له زي ما انتم شايفين. المكون اللي احنا هنضيفه اللي هو الحليب اللي هو اللبن، بيعزز طعم اللقمه، بيخليها طعمه كده، يعني ليها طعم مميز عن ما بتعجنيها بالميه. يعني بيخلي اللقمه كده غنيه كده وكامله الدسم عن عجين بالميه. تمام كده. يبقى هو ده الاضافه اللي كنت هضيفها، اللي بتخلي طعم الحاجه مميزه. طبعا انا ليه قلت في اول فيديو ان هو طعمه مميز عن الفينو؟ لان ممكن الفينو بتعجنه بميه، في كتير ناس بميه ما بيعجنوش بحليب، فعشان كده انا قلت طعمه مميز. ليه؟ لان الحليب بيدي طعم كده للقمه، وبيخليها طعمها مميز وغني كده بالكالسيوم وطعمها حلو. تمام كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين، معلش الكلام خدنا، لازم تعجني العجينه 10 دقايق، يعني 10 دقايق كده تعجنيها، تحطيها على الرخامه كده وتعجنيها. طبعا انا قفلت الكاميرا عشان ما اطولش عليكم، فعجنتها كويس زي ما انتم شايفين كده، يبقى العجينه معاكي زي الاستك. وحاولي ان انت ما تطريش. طبعا انا ما قلتش مقادير الميه لسه، او مقادير اللبن. مقادير الحليب معانا هنا، طبعا انا حطيت 4 كوبايات، وعلى حسب الدقيقه معاكي، يعني على حسب نوع الدقيق. ممكن 3.5، ممكن ياخدوا 3 كوبايات ونص، وممكن ياخدوا 4 كوبايات زي ما انا خدت كده. يعني انت حطي 3.5 وظبطي العجين وشوفي هياخد معاكي ولا لا، يعني على حسب نوع الدقيق.
هنا بقى الاضافه اللي ضفناها الاخيره اللي هتخلي معاكي العجينه طريه وناعمه في نفس الوقت. 4 معالق زيت، 4 معالق كبار زيت، ضفتهم بعد ما عجنت خالص وخليت العجينه ناعمه، فضفتهم زي ما انت شايفه كده. والم بقى العجينه بيها كلها، تخلي العجينه معاكي طريه وفي نفس الوقت ناعمه، ومش طريه قوي بتلزق، لا يعني ناعمه وفي نفس الوقت ايه متماسكه كده وحلوه. هلم بقى بيهم العجين. يبقى زي ما قلت لك المقادير، ما هنقول المقادير تاني برضو عشان ما ننساش المقادير. يعني لو كنت نسيت ولا حاجه او لسه اول مره يعني لسه في حد لسه فاتح يعني الفيديو وما شافش ما سمعش المقادير من الاول، هقولها تاني. يبقى الكيلو دقيق معانا، للكيلو دقيق معانا معلقتين كبار خميره فوريه ممسوح، معلقتين كبار، معلقه ممسوحه يعني معلقتين كبار، ما كترش الخميره. معلقتين كبار سكر، معلقه الا ربع معلقه صغيره، معلقه الا ربع ملح، واربع معالق زيت. وهنا الحليب لو هتعجني بحليب او هتعجني بميه المواد السائله، من 3.5 ل4 كوبايات، من 3.5 ل4 كوبايات على حسب نوع الدقيق. تمام كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين بنغطي العجين، تغطيها بستريتش او كيس، وتغطيها كمان بفوطه. طبعا احنا في جو الصيف يعني مش هياخد معاكي وقت طويل، لو في الشتاء ممكن ياخد ساعتين، في الصيف ممكن ساعه واقل كمان على حسب كميه العجين اللي انت عجناها. هنا بقى زي ما انت شايفه العجين اختمر بالشكل اللي انت شايفه ده. معايا هنا بقى صينيه، معايا هنا صينيه ورش عليها دقيق عشان اكور العجينه واحط عليها عشان العجينه ما تلزقش. بهبط بقى كده العجين شويه، وبعد كده يعني بتهبطي العجينه عشان طبعا العجينه منفوخه يعني داخلها هواء، تهبطيها عشان تعرفي حجم الكوره وحجم الرغيف اللي انت هتعمليه. طبعا الحجم على حسب ما انت حابه الحجم كبير، حابه الحجم صغير. طبعا الرغيف اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده حجمه كبير، اللي هو الرغيف اللي بيتعمل في الافراح، اللي هو الحجم الكبير. الكيلو ده طبعا انا عملت يعني عملت الحجم اللي انتوا شايفينه ده. الكيلو قطع معايا 25 رغيف حجم كبير. لو انت حابه تعملي صغير هيقطع معاكي 50 رغيف، يعني لو عملتيه صغير عن كده هيقطع معاكي 50 رغيف. طبعا انا استسهلت يعني، وطبعا ما كانش عندي عيش والولاد عايزين يتغدوا كده، فانا لخصت الموضوع وعملته حجم كبير. انت لو حابه تعملي صغير زي ما بقولك للمدارس وكده اعمليه حجم صغير، يعني هتعمليه هيقطع معاكي 50 رغيف، يعني لو صغير عن كده. هنا بقى زي ما انت شايفه عشان تاخدي لو الرغيف معاكي يبقى مدور، ده هيرجع لحجم العجينه اللي انت بتكوريها. لو الرغيف معاكي ممطوط او بجنب من كده برضو هيرجع، يعني ظبطي ايدك في تكويره العجينه عشان هو ده اللي هيظبط لك الرغيف في الاخر، يطلع معاكي الشكل النهائي، يطلع معاكي مدور او مش مدور. هنا بقى خلصت كل الكميه وبغطيها بقى بفوطه يرتاح شويه. طبعا في الصيف مش هياخد وقت ولا حاجه، فمجرد بس يرتاح شويه. وبعد كده هجيب نشابه وافرد بيها. طبعا هو مش محتاجه يعني ممكن تفرديه بايديك، بس انا استسهلت النشابه عشان النشابه بتخلي الرغيف، بتوزع لك الرغيف، بتوزع لك فردة الرغيف، وتخلي الرغيف معاكي يقب، يعني بتخليه يقب وانت تحطيه في الفرن. انما لو ضغطتي بايدك صوابعك هتلزق في الرغيف، تلزق في الرغيف فتخليه ما يقبش معاكي. يعني انت اعمليه بالنشابه وتظبطيه من كل الجناب. حاولي ان انت تخلي سمك الرغيف مظبوط، يعني ما تخليش لا رقيق ولا تخين عشان يتنفخ معاكي ويكون سمكه مظبوط. هنا بقى زي ما انت شايفه هنا هنعمل واحد كمان. طبعا انا معايا صينيه وحط عليها فوطه من تحت، واحط كمان فوطه من فوق عشان العجين ما يقشفش معانا، عشان لو شم هوا هينشف معانا ويبقى وشه ناشف. هنا بحط رشه دقيق، طبعا عادي مش هيجرى له اي حاجه لو رشيت دقيق. طبعا هقولك لو الدقيق لزق في الرغيف انا هقولك في الاخر هتطلعيه ازاي، يعني مش هيجرى له اي حاجه، بس اهم حاجه ان انت تخبزي الرغيف وما يلزقش منك ولا يجرى له اي حاجه. الدقيق ده عادي هتطلعيه بكل سهوله. طبعا معلش بقى كنت مبهدله كل دقيق، فمعلش هو يوم الخبيز بيبقى كده او يوم العجين بيبقى كده. والله اقسم بالله ريحه العيش الشامي كانت ريحته خطيره وقلب المكان، فعلا هو ريحته مميزه. يعني الكوبايتين الحليب بيخلي ريحه المخبوزات بتبقى طعمها جميل وحلو، ريحتها حلوه.
وهنا بقى زي ما انت شايفه هخلص بقى كل الكميه. هنا بقى حطيت دي ملايه كده بحط عليها العجين نظيفه يعني للمطبخ، بحط عليها العجين حطيتها من تحت، والطبقه التانية هغطيها برده من فوق عشان الرغيف يطلع يبقى طري وما يقشفش. هنا بقى خلصت كل الكميه، هسخن بقى الفرن وهنحط بقى في الصاج، هنحطه في الصاج ونحطه في الصينيه. يعني انا عملته قبل كده زي ما قلت لكم، عملته على عين البوتاجاز. النهارده بقى هعمله في الفرن عشان ينجز معايا. يعني احط مثلا اكتر من 10 ترغيفه في الصينيه، هيستووا ما يكملوش يعني دقيقتين. هنا بقى حطيت في الصاج وهحط بقى في الصينيه الالومنيا اللي بخبز فيها، ونشغل الفرن وهوريكم التسويه. سخني بقى الفرن والتسويه المظبوطه اللي انتوا شايفين جبت لكم المراحل كلها. شايفين الرغيف منفوخ ازاي؟ يعني الرغيف منفوخ وقابب ومفيش اي مشاكل ولا اي حاجه. وكمان الصينيه زي ما انتوا شايفين، يعني العجين كله الكميه كلها منفوخه وقابه، ما فيهاش اي مشاكل ولا فيها اي حاجه. ليه؟ لان العجينه مظبوطه، وكمان لما فردتي الرغيف فردها بسمك مظبوط، لا هو رقيق ولا هو تخين. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين. طبعا اقول لكم بقى الدقيق ده هنشيله ازاي. يعني لو لقيت الرغيف فيه دقيق بعد ما استوى، هتحطيه تغطيه بفوطه، مجرد ما يهدى كده تروحي مسحاه بالفوطه، فوطه مطبخ عادي. طبعا انا ما لحقتش امسح، ليه؟ لان الولاد كانوا عايزين ياكلوا، وفي نفس الوقت انا عايزه اكمل تصوير، فما لحقتش امسح. انت بقى هتجيبي فوطه، طبعا اول ما يطلع من الفرن تغطيه بفوطه عشان يفضل طري، وهتجيبي فوطه وتروحي مسحه الدقيق ده، هيطلع بكل سهوله. وكمان هتحطيه كمان في كيس، هتلاقي الكيس طر الرغيف ونزل كل الدقيق اللي انت شايفاه ده، هتلاقيه مسح كل الدقيق. شايفين طراوه وجمال، والله يعني جمال ما يتوصفش، وريحته قلب المطبخ. ده سندوتشات الفول والطعميه. طبعا احنا داخلين على موسم المدارس، هينفع معانا. طبعا لو عملت كميه كبيره واحتفظتيه في الفريزر مش هيجرى له اي حاجه، هتحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر وتطلعيه على الرخامه كده يفك، او تأمريه، هيبقى احلى سندوتشات، تعملي بيه احلى سندوتشات. وكمان هينفع معانا لللانشون، يعني مش فول وطعميه فقط، لا، هينفع معانا اللانشون، لان الاضافه اللي احنا ضفناها هيبقى طعمه جميل وخطير. يلا امي بقى جربي الوصفه وقولي رايك فيها. وصفه خطيره وجميله، ودي كانت وصفتنا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.